الا الطلاق. فجأة لقيت السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن مسلسل الا الطلاق، وانا ولا عمري سمعت عنه ولا عرفت اتذاع امتى ولا اتصور امتى ولا اي حاجة. فقررت ان انا اتفرج عليه، وساعتها عرفت سبب القلبان اللي عامله على السوشيال ميديا. خليني احكي لكم نبذه مختصره عن المسلسل. هو من بطوله دينا الشربيني، اياد نصار، وسلمى ابو ضيف، واللي هي بالمناسبه عملت الدور حلو جدا. المسلسل من تاليف مريم نعوم اللي عملت سجن النساء، ومن اخراج محمد بركه اللي عمل فيلم جدران. قصه المسلسل باختصار بتحكي عن يارا وسيف اللي هم متجوزين بقالهم فتره وما عندهمش اطفال. سيف بيحصل له مشاكل كتيرة في الشغل، فبيضطر ان هو يعمل شيفت كارير. فبعد لما كان موظف في شركة كبيرة جدا مقاولات بتاعة والده، الا ان هو بيتجه للتأليف والكتابة اللي هو ما عندوش فيهم خبرة. ويارا بتشتغل مدرسة في مدرسة انترناشونال ونفسها ان هي تخلف، بس هي عندها مشاكل صحية. ورغم ان هما الاتنين من مستوى مادي واجتماعي عالي جدا، الا انه من الطبيعي جدا ان هما ابتدت تواجههم مشاكل مادية. سيف بالظروف اللي هو بيمر بيها دي بيبتدي تدريجيا يبعد عن يارا. هو انت كنت فين امبارح؟ ما قلتليش ليه انك هتبات بره؟ كنت عند علاء، قعدنا نلعب بلاي ستيشن وبعد كده نمت على نفسي، ما حسيتش. بس سبحان الله بيكون ليه نفس ان هو يدخل في علاقة مع بنت اصغر منه ب20 سنة. انت عارف، انا دايما بسأل نفسي اذا كنت بتحبني قد ما انا بحبك. بس خليني انبهكم ان المسلسل ده بلس 18، يعني مش لأقل من 18 سنة. مش بس عشان موضوع المسلسل اللي هو الخيانة، لا، علشان في المسلسل كذا محاولة انتحار وجثث ودم وحاجات مش لطيفة خالص للأطفال. المسلسل بقى عمل ليه قلبان على السوشيال ميديا؟ علشان الطريقة اللي كانت بالصدفة اللي يارا اكتشفت بيها ان جوزها بيخونها. ومن هنا بقى وكل الجروبس بتاعة الستات ابتدوا يتبادلوا الخبرات بتاعتهم، وكل واحدة بتحكي قصتها او قصة واحدة تعرفها ازاي اكتشفت ان جوزها بيخونها، وحكايات قريتها وعرفتها من اغرب ما يكون، وحاجات عمري ما كنت اتخيل ان هي ممكن تحصل في الحقيقة، ومنها حاجات كانت بتموت من الضحك. فبفكركم ان انتوا تعملوا سبسكرايب للشانل، عشان الفيديو الجاي هحكي لكم عن اغرب القصص اللي عرفتها، وازاي الستات اتعاملت مع جوازتهم بعد ما عرفوا ان هم بيخونوهم. واللي انا اتاكدت منه ان جوه كل ست شارلوك هولمز الصغير. المسلسل من وجهة نظري مش واقعي، مش بس علشان ان مدرسة لطيفة وجوزها بيزنس مان والاتنين متعلمين ومثقفين يقتلوا البنت اللي كان جوزها على علاقته بيها، لا، ده هما كمان بيدفنوها في جنينة البيت بتاعهم. لا، ومش بس كده، الموقف الصعب ده بيخليهم يفضفضوا عن مشاكل اللي كانت بتواجههم، وكل واحد بيقول ايه اللي كان مزعله وخلاهم يقربوا من بعض تاني ويكسر كل الحواجز اللي بينهم. انا بحبك يا سيف. وات؟ ما هذا؟ ده البنت لسه دافنين جثتها. بالنسبة لي المسلسل كان شددني جدا في الحلقات الأولانية، وكل ما كانت الدنيا بتتعك زيادة أنا كنت بزهق أكتر، عشان أنا مش مصدقة كمية الجرأة والمرض النفسي الغير مبرر. ومع ذلك أنا كملت المسلسل للآخر علشان عايزة أعرف النهاية. المسلسل هو 10 حلقات بس وبيتذاع على برايم. أنا عايزاكم أنتوا تتفرجوا عليه واكتبوا لي في الكومنتس رأيكم إيه في نهاية المسلسل. بس كده كفاية عشان أنا تعبت.